مهما هقول لكم وحشتوني قد ايه، وحشتوني اكتر اكتر اكتر. والله بجد يمكن انا نفسيتي الفتره اللي فاتت كانت تعبانه جدا ان انا بعيده عنكم. بس كان غصب عني، انتوا عارفين الفتره اللي فاتت دي كلها كانت امتحانات. وطبعا ولادنا بقى لسه في السن ده بيبقى محتاجين اللي معاهم يساعدهم في المذاكره وكده. فكان غصب عني بقى، يعني بقيت واقفه معاهم عما يخلصوا كده. بس باركولي خلاص الحمد لله خلصنا امتحانات، هنفوق بقى ان شاء الله باذن الله في روتينات جامده. عايزه اقول لكم ان انا وحشني المطبخ جدا، وحشني تنظيف شقتي، وحشني حاجات كتير. يمكن كنت بطبخ لهم وكل حاجه وبنضف وكله. بس عارفين انتوا يعني ماشي حالك كده بحيث ان هم يعني اخلص لهم الاول مهمه الامتحانات كده على اجمل وجه. معرفش يا جماعه، انا دايما بحس ان انا مش عايزه كروت حاجه. يعني ورانا امتحانات، لا نذاكر بضمير نروح نمتحن. يمكن ما سيبناش سؤال ما حلناهوش، انا طبعي كده بحب دايما الحاجه لما اجي اعملها بضمير. المهم تعالوا اما اقول لكم بقى انا بعمل ايه واليوم هنقضيه ازاي. ده اخر يوم عندنا في الامتحانات. قلت بقى لا خلاص مفيش بقى مذاكره ومفيش حاجه بقى، لازم اصور لكم النهارده. بنتي كانت بنات يعني اصحابها وكده اخر يوم حابين بقى ان هم يحتفلوا مع بعض، ويروحوا بقى ياكلوا كريب وحاجات من دي بره. المهم قالت لي كده، قلت لها طب وبعدين بقى، انا ما بحبش كده. بحبش البنت تخرج والكلام ده. طبعا لما يكبروا بقى هم بقى حرين عادي، مش مشكله، ما عنديش مانع. لكن برضو لا بخاف عليها، يعني لسه شويه لسه برضو. موضوع بقى الخروج والكلام ده انا مش متزمته ولا حاجه، ولا ان انا مثلا ما احبهاش انها تتعلم او تخرج. بس برضو لسه مش السن ده اللي هم يعرفوا برضو يخرجوا فيهم لوحدهم من كده. قلت لهم طب بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه، انتوا هتروحوا تشتروا بمبلغ وقدره. تعالوا اقعدوا براحتكم هنا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا اللي هعمل لكم الكريبات بتاعتكم. وهبسطكم على الاخر كمان، ومش هتدفعوا ولا جنيه. المهم هم بصراحه اقتنعوا بالفكره. شغلت لهم بقى الشاشه على الحاجات اللي هم عايزينها وقعدوا واتبسطوا. وانا بقى قمت بدري، ان انا طبعا متفقه معاهم بقى قبلها بيوم. قمت بدري اعمل الكريب بحيث ان هم يجوا يكون خلصان. عملت بقى الكريب ازاي، تعالوا ما اقول لكم. وصفه الكريب دي حلوه قوي قوي. بجد لو جربتيها هتعجبك. انا بس مش ناقصني الا حاجه واحده، هو اولا قدر الله ما شاء فعل. انا بعمل في الصينيه لقيت ايد الصينيه خلعت من نفسها كده لوحدها. ليه ما اعرفش. طبعا بقى طلعت عندي بقى، تعالى بقى نبدا بقى الفيديو بقى واحده واحده كده، لان انا حاسه ان انا توهتكم اصلا من فرحتي يا جماعه. انا مش مصدقه ان انا هصحى الصبح براحتي، هنام براحتي، مش يلا نذاكر. انا كنت مجرد ان انا اقوم اعمل اي حاجه احس بتأنيب ضمير، لا المفروض يذاكروا. يعني شايفين بقى وانا بقلبها الصينيه خلعت مني. بس مش مشكله عادي، يعني مشينا امورنا وكل حاجه عم اشوف هي ممكن فعلا تتصلح ولا لا. تعالوا بقى نبدا اقول لكم واحده واحده كده طريقه الكريم. اول حاجه خالص الطريقه دي بجد لو لقيتيها حلوه معاكي بجد هتعتمديها. بتعمل كريب بصراحه يعني فوق الهايل. انا كان عندي برضو كريب، بس ده مشري، ده كان عندي بقاله فتره برضو طلعته يفك بحيث ان هما كانوا كتير شويه. فعملت كميه وطلعت ده كمان. اقول لكم بقى يا ستي، بصي اول حاجه خالص كوبايه الدقيق، ليها بيضه، وليها كوبايه لبن، وليها معلقه خل ومعلقه زيت ومعلقه نشا، ورشه ملح ورشه سكر. دي بالنسبه للكوبايه الواحده دقيق. انا ممكن بصوا ممكن اعمله بميه بس، ممكن اعمله من غير بيض. بس انا بقول لكم ليه، فرصه يا جماعه، حاجه مفيده لاولادنا. يعني لما تيجي تعملي حاجه لاولادك او تطبخي حاجه لاولادك، حاولي ان انت تدخلي فيها حاجات مفيده. يمكن ولادنا قعدوا بيبهدلونا قوي حاليا لما يجوا يشربوا كوبايه اللبن. طب خلاص انا ممكن ادخلها في كريب، وحاجه كمان هم بيحبوها قوي، كمان البيض. يعني حاجات كلها مفيده، وفي نفس الوقت يعني هي مش اكله كده على الماشي، لا اكله وبحيث انها كمان تبقى مغذيه. فانا عملت كده، طبعا انا عملت 4 كوبايات دقيق، بس البيض انا بصراحه ما كانش عندي الا 3. فمشيت العمل بيه. بس انت عايزه المقدار المظبوط، هي كوبايه الدقيق. ركزوا معايا، كوبايه الدقيق شايفين عامل ازاي، والله كان الكريب تحفه. بس انا كان ناقصني بقى اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو ناقصني ايه، عارفين انتوا اللي هو الخشبه اللي بتلاقيها بتلف تفرد الكريب دي، طبعا هتسهل لي الدنيا خالص. شايفين كده زي ما انا بعمل بالمعلقه، في بقى خشبه دي ان شاء الله باذن الله هجيبها دواره كده بتفرد لك الكريب وانتي مرتاحه. فان شاء الله باذن الله دي حسيت ان انا المفروض ان انا اجيبها، لان الكريب بره بقى غالي قوي. وكمان انت مش ضامنه نظافته، يعني انت مش ضامنه ان هو يبقى حلو. فانا هقول لكم تاني. يعني مقادير الكريب، كوبايه الدقيق شايفين اصلا عامل ازاي. شوفوا انا بقول كوبايه الدقيق وبرجع اتكلم تاني. المهم معلش يا جماعه، بصوا انتوا وحشيني كتير كتير والله. ومن كتر ان انا عايزه اتكلم معاكم مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه. المهم تعالوا اقوله لكم تاني بقى واحده واحده، هنركز اهو، هركز اهو ان شاء الله في الفيديو. كوباية الدقيق، عليها كوباية لبن، عليها كمان بيضة، بضاية. وكمان بقى تقومي حاطة بقى معلقة خل، وكمان معلقة زيت، ورشة بقى فلفل، ورشة ملح.
وقلت لكم بقى معلقه نشا، مش فاكره قلت لكم معلقه نشا ولا لا، بس دي المقادير برضو انا هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت. تمام. هيطلع معاكي ناجح جدا. طبعا اضربيه زي ما انت شايفاه، حابه تبقي تصفيه صفيه، لكن انا بصراحه بتاعي محتاجش ان هو يصفى. هو ما شاء الله كان كريمي خالص، يعني كان كريمي مش محتاج خالص ولا فيه اي تكتلات. طلعت بقى كان عندي بانيه طلعت حمرته كده وقطعته، وقطعت طماطم وفلفل اخضر، وكمان بقى الموتزاريلا، وكمان كان عندي اللهم صل على النبي زيتون. بس بقوم حاطاه بقى في جزء من الجنب كده، وتقومي عاملاه العمله دي. على فكره انت ممكن تحطيه في الجنبين، بس هيبقى كبير قوي على اطفال، هتلاقي السندوتش ضخم معاهم قوي واوفر. لا يعني حسيت ان هو كده احسن. انا برضو فردت معاكم واحده كمان. تحطي طماطم، ايدينا نضيفه والله يا جماعه، يعني دي نضيفه جدا يعني ما تقولوش بقى دي ايدينا نضيفه والله. حطيت بقى الطماطم وفلفل والزيتون، وبحط الجبنه الموتزاريلا، وبطبقه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تعمليه رول يعني بالطول، بس انا حبيت اعمله زي بالظبط ما بيجي في المحلات. المهم بقى كملت الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد والله يعني انا عايزه اقول لكم ان هو ما خدش مني وقت خالص، الموضوع كان بسيط جدا. شايفين كان طري وحلو ازاي. وعلى فكره لو انا عندي بقى اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي اللي بتفرد الخشب دي، يعني ممكن يعمل معايا اكتر، يعني هتحكم في سمكه كمان اكتر. عايزه اقول لكم ان كان فرق بين السماء والارض بينه وبين اللي بيشترى من بره خالص. ده حاجه وده حاجه تانية. شايفين بقى اللي بيشترى من بره عامل زي الورق والله. يعني والله حرام فيه حتى الفلوس. فلا بجد العمايل في البيت، او ان انت تعملي في البيت حاجه انت ضمناها وحاجه انها مغذيه ومفيده، لا حاجه تانية خالص. حتى ده اصلا تحسي ان هو من الطماطم والحاجه ان هو كان بيدوب، يعني هو بجد فعلا بهدلني عم حمرته. دي بقى الكميه عندي ما شاء الله، عملت كميه حلوه. جهزتها بقى ووضبتها كده كلها، بحيث ان انا ابدا بقى ان انا اسخنها على على البوتاجاز، بحيث ان الجبنه الموتزاريلا تسيح معايا. حطيت بقى عندي الصينيه يا جماعه، اللي خساره والله ما استعملتها كتير. وحطيت كمان الجريلا دي برضو بتدي شكل حلو قوي لما تحبي ان انت تحمري اي سندوتشات او اي حاجه. دي مره برضو عملت فيها الفراخ كانت جميله. هحط بقى السندوتشات زي ما انتم شايفين، وهقلبها بقى على الجنبين، يعني مش جنب واحد لا. هحط الجنب ده، ولما احس انها بدأت تسخن وكده، او تدي بقى الشرايح الشكل الحلو ده، والجبنه تسيح معايا، هبدأ ان بقى اقلبها على الجنب التاني. طبعا بقى هكمل الكميه كلها هم كانوا في الوقت ده خلاص تقريبا هم جم وقاعدين بقى بره، فيعني سرعت العمل شويه، بحيث ان هم عشان كده انا حطيت صينيتين. انا كنت هحط صينيه واحده، بس لما لقيت بقى كلهم جم قمت مطلعه بقى الصينيتين، ان انا الحاجه تخلص بسرعه. جبت لهم كاتشب وجبت لهم مايونيز. انا بالنسبه لي ان هم يجوا حتى لو انا تعبت شويه او عملت لهم حاجات كتير، بس والله انا بالنسبه لي مبسوطه. مبسوطه ليه بقى؟ ان هم جم قعدوا معايا قدام عيني برضو عشان ما بقاش قلقانه عليهم، وعملت لهم برضو اللي نفسهم في كله. المهم بقى هطلع لهم بقى، انا يعني عملت معاكم طبقين كده على السريع، والباقي والله كملته. وجبت لهم بقى كمان بيبسي. المهم عايزه اقول لكم ان انا روقت عليهم. لا وبعمل وانا فرحانه، يعني ارتحت بقى يا جماعه من ماما تعالي ذاكري لي، ماما انا ورايا مذاكره، ماما الامتحانات قرب، انا فوقت الحمد لله. اكيد على فكره الامهات كلها اللي زي حاسه بيا. المهم طبعا عملت لهم الكريب. شايفين بقى الفرق بين اللون اللي انا عاملاه في الجريلا والصينيه العاديه، وشايفين برضو الفرق بين اللي مشري جاهز واللي معمول في البيت. لا فرق تاني خالص. المهم طبعا انا طلعت لهم الحاجه دي، كلوا واتبسطوا وقعدوا مع بعض كتير وصوروا بقى مع بعض. وانا بقى طبعا يعني كان لازم بقى ان انا اطبخ لنا احنا. طبعا ما صورتش بقى وانا بطبخ الاكل بتاعنا، لان طبعا ما كانش بقى في، يعني الفيديو كان هيطول عليكم قوي. عملت بقى لنا معمر، بس عايزه اقول لكم كانت صينيه معمر تستاهل بقكم، طعم وريحه وكل حاجه. الفراخ كانت لسه بتستوي، كانت صينيه المعمر خلصانه لان الفرخه جات لي متاخر شويه. المهم حمرت بقى الفراخ وهنتغدى، وعملنا بقى شايفين انتوا بقى طبق الفاكهه الكبير ده بتاع ابو لهب ده يا جماعه اللي احنا ما بنشوفوش الا في الافلام. مسكت بقى قطعت لهم فاكهه وبسطتهم. ده الفيديو بتاعي النهارده. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني، ان شاء الله مش هتاخر تاني. بحبكم في الله، مع السلامه.